توماس توخيل يزف خبراً سراً للناخب الوطني وليد الركراكي بشأن مزراوي. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو لتتوصلوا بكل جديدنا، وشكراً لكم. كشف توماس توخيل مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن الحالة الصحية للدولي المغربي نصير مزراوي بعدما غاب عن مواجهة الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام كوبنهاغن الدنماركي. وقال توماس توخيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة أن مزراوي سيكون متاحاً للمشاركة في المواجهة التي ستجمع فريقه بنظيره يونيون برلين غد السبت. وأضاف توخيل: سيعود جمال إلى الفريق، كيان متاح أيضاً، حصل نصير أيضاً على الضوء الأخضر وعاد الشوب، وأتوقع أن يكون متاحاً أيضاً، هذا يبدو جيداً. الملعب التدريبي ممتلئ مرة أخرى. وكشف توخيل في وقت سابق عن سبب غياب المزراوي أمام كوبنهاغن الدنماركي الأربعاء قائلاً: في الفندق شعر بالإعياء، لذلك ذهب إلى منزله. يشار إلى أن مزراوي يعتبر من بين اللاعبين الذين يعول عليهم الإطار الوطني وليد الركراكي للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا في الكوت ديفوار.